اسهل رموش ست او عيون شهد ممكن تعمليها في حياتك، حاجه سهله ومقاديرها موجوده في البيت. بسيطه جدا وهتطلع معاكي زي الفل. تعالوا نشوف عملناها ازاي. هبدا الاول بالشربات بتاعنا. انا هحط 4 كوبايات المج بتاع الشاي. الاربع كوبايات دول كل مج 250 جرام، يعني تقريبا كيلو بالظبط. تمام، عشان انا عايزه الشربات ده هعمل بيه حاجه تانية. احط عليه 4 كوبايات ميه وهناخده على النار، نسيبه لمده تقريبا 5 دقائق، نار عاليه على ما يدوب. تمام، على ما يدوب بقى معانا كوبايه الا ربع سمنه درجه حراره الغرفه. هحطها في بوله واحط عليها نص كوبايه سكر بودره، هدمجهم كويس جدا مع بعض لحد ما السكر يدوب. تمام، بعد ما داب معانا بالشكل ده هنزل بيضه كامله وبياض بيضه. الصفار بقى هنشيله الوش الرموش في اخر الوصفه. تمام، نحطها على جنب كده ونغطيها ونحط عليها معلقه فانيليا سايله، وهنحط عليها كمان ذره ملح صغيره وندوب كل المكونات مع بعض. وبعد ما يدوبوا مع بعض بالشكل اللي انتم شايفينه هنبتدي ننزل بالمكونات بتاعتنا الجافه دي. نص كيلو سوري نص كوبايه سميد ونص كوبايه جوز هند. وهنجيب الدقيق معانا، مش هننزل بالدقيق مره واحده عشان السوائل اللي معانا ممكن الدقيق ما يشربهاش كلها. فالمهم هننزل بكوبايه الاول، كوبايه واحده اللي هي كوبايه الشاي برده، وعليها نص معلقه بيكنج باودر. ونقلب بقى كل المكونات مع بعض، هنقلب بس لحد ما يندمجوا مع بعض، مش هنعجن. بصوا هي هنا لسه ملزقه طبعا، محتاجه دقيق تاني. انا كنت مجهزه كوبايتين، فهناخد من الكوبايه التانيه كوبايه الا ربع، يعني خدنا دقيق كوبايتين الا ربع. هبتدي بقى اعملهم المهم بايديا. هلم بايدي بقى كل المكونات، مش هنعجنهم برده، يا دوبك يتشرب السوائل اللي معايا، وهتبقى عامله معايا زي عجينه البسكوت بالظبط او الكحك. بصوا حلوه اهي ومش بتلزق وفي نفس الوقت طريه. تمام، هلمها بقى في ايديا عشان اشوف بتشقق معانا ولا لا. مش هتشقق وهتبقى زي الفل. خلاص اهي. تمام، طبعا احنا فاتحين الفرن عشان يسخن معانا من بعد ما اتلمت معانا بالشكل ده. هسيبها ترتاح 10 دقايق ونشوف بقى الشربات بتاعنا. لو في اي ريم على الوش كده بتشيليه. بعد كده هنزل على حرف المعلقه بس ملح ليمون ومعلقه فانيليا وكمان معلقه سمنه بلدي. هنقلبهم وخلاص. هنطفي على السكر بتاعنا، قاعد على النار تقريبا 10 دقايق، والصاج بتاعنا هديله رشه من الزيت. طبعا الفرن مفتوح درجه حراره 180 عشان يسخن معانا. وبالميزان هنعمل كل واحده تقريبا 10 او 11 جرام بالكتير. هاخد واحده بقى وابتدي اكورها كوره واضغط عليها بالطول واضغط عليها بالنص من النص بالشكل ده. تمام، في طريقه تانية برضو هوريكم بدل الضغط انا بسويها. هوريها لكم برضو واحنا شغالين. هجيب واحده تاني معانا وهعملها زي الاولانيه. والتالتة هتبقى سهله برضو. هناخد الكوره نكورها وهنضغط عليها براحه ايدينا، مش هنعمل اكتر من كده. بس كده هنكورها ونضغط عليها براحه ايدينا ونحطها. هنعمل كل الكميه اللي معانا. ما شاء الله عمل صاج حلو قوي. خلاص كده هنجيب بقى الصفار البيضه ومعايا معلقه صغيره خل ونص معلقه فانيليا سايله. هقلبهم كويس جدا ونركنهم على جنب. ونجيب معانا الشوكه عشان نبتدي ندي الرموش بتاعتنا شكل. بظهر الشوكه هبتدي اسحب كده طبعا عشان حاطه زيت. الرموش اتحركت معايا، فانا هبتدي اضغط على بالشوكه على الرموش من النص من النص من النص. هعمل كل الكميه اللي معايا بالشكل ده. تمام، لان لما جيت احركها او اسحب الشوكه اتحركت من مكانها. خلاص بقى هنجيب الفرشه بتاعتنا وبصفار البيض هنبتدي ندهن الوش بتاع كل الرموش. تمام، هندخلها الفرن درجه حراره 180 على الرف الوسطاني. هتقعد تقريبا من 15 ل 20 دقيقه على حسب قوه الفرن عندك. وبدات انا كنت داخل الفرن بحركها يمين وشمال كل شويه عشان تستوي من كل حته. لما اخدت لون من تحت ولعت لها الشوايه تقريبا 5 دقايق بالظبط كانت اتلونت معانا بالشكل ده. الشربات كان بقى بدرجه حراره الغرفه. حطيت الشربات عليها اول ما طلعت. عايزه اقول لكم هتشوفوا معايا وانا بحط الشربات هي كانت بتشرب مش محتاجه يعني ما شاء الله عليها اهي. لقيتها شربت الشربات. انا تخيلت ان هيبقى فيه بقى شربات ومش لا. فاضطريت ان انا احط كمان كبشتين تاني. بصوا انا عماله اقلب يمين وشمال. هي كانت شربت كل الشربات اللي انا حطيته. فقلت ايه احط لها زياده التاكيد برضو كبشتين كمان شربات. تمام، وهقلبها برضو مع ان هي ما كانتش محتاجه ان هي تتقلب لان هي شربت كل الشربات ما شاء الله. فبس قلت برضو اقلبها لعل وعسى ما فيش شربات من فوق. تمام، فبالسباتولا كده بدات احركها بالراحه عشان بس ايه ما تتكسرش معانا ونقلبها على وشها. هي بس 5 دقايق وهتشوفوا معانا بقى. بصوا يا جماعه هي بعد ال5 دقايق شربت كل الشربات اللي كان في الصاج، يعني ما تبقاش منه حاجه ما شاء الله. هبتدي بقى ارصها. على فكره هي الاضاءه هنا ظلماها، هي اللون بتاعها ذهبي وحلو جدا. بس الاضاءه ظلموها بصراحه. هحط عليها بقى شويه بشر بندق او فستق زي ما انت حابه، او تسيبيها ساده براحتك. وادي واحده من اللي احنا عاملينها. شوفوا قد ايه اللون من جوه كله متساوي ولون واحد ومرمله وزي الفل. الف انا عليكم وشكرا جزيلا.